كتاب أونلاين. إعداد أميرة خفاجي، تقديم نسرين شعبان. أصدقاء برنامج كتاب أونلاين، أهلا بكم وجولة جديدة للبحث عن الكتب المفيدة المتاحة على الشبكة الدولية الإنترنت. واليوم نستكمل معا موسوعة شخصية مصر، الدراسة في عبقرية المكان، دكتور جمال حمدان، من موقع www.mybook4u.com www.mybook4u.com، وبالتحديد من داخل قسم الموسوعات. موسوعة شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان. هذه الموسوعة مهمة جدا لفهم ما مضى وفهم ما سوف يأتي. والآن نستمع لتعليق المفكر والقارئ الأستاذ طارق سالم حمزة في كتابنا كتاب موسوعة شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، دكتور جمال حمدان. مستمعي الأعزاء، بسم الله الفتاح العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن شخصية مصر الاستراتيجية، وهو استكمالا لكتاب خالد الذكر دكتور جمال حمدان، شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان. يقول دكتور حمدان أن مصر على مر الزمان مركز دائرة لها ثقل ودور قيادي لا يمكن لأي قوة أن تغفله، ويحسب لها ألف حساب عبر الزمان قديما وحديثا. ويقول أن الخطر الذي نتعرض له يتناسب مع خطورة الموقع وأهميته. ويقول منصه أن هناك دائما عدو بعينه يتربص مصر ويتمنى ويعمل على سحقها، ويرى فيها موطن الخطر ومكمن القوة ومفتاح المنطقة. تلك الحقيقة أدركها الصليبيون والمغول في العصور الحديثة، في العصور الوسطى، وانجلترا وأمريكا والصهيونية في العصر الحديث. ويقول دكتور حمدان أن كل خطر يهدد الشام يهدد مصر تلقائيا وعلى الفور، وتلك حقيقة يدعمها التاريخ، وليس ببعيد ما يحدث في سوريا والعراق وفلسطين عنا. مصر قوة سياسية لا يمكن إغفالها سواء من العدو أو الصديق، ووزن مصر السياسي لا جدال فيه، ومحاولات عزل وتحجيم مصر فشلت قديما وحديثا، فموقع مصر يزداد أهمية عبر العصور. ويقرر دكتور حمدان في الجزء الثاني صفحة 740 أن الدرس الذي يعلمه لنا التاريخ لا أمان ولا مستقبل لمصر إلا بالقوة الذاتية، وأن القوة هي القوة الحربية والعسكرية لا السياسية والدبلوماسية فقط، هي القوة المادية لا المعنوية مهما بلغت، هي قوة النيران وليس قوة الدعاية. ويرى إذا كان على مصر أن تحتفظ بأسطول بحري وجيش بري يحتم عليها موقعها وتكوينها أن تتحول إلى قوة جوية من الصف الأول. وبرؤية ثاقبة يقول أن مصر قوة برمائية تضع قدما في البر وقدما في البحر، وبذلك تجمع بين قوتي البر والبحر بنسب متفاوتة. وليس خافين عليكم أن باني مصر الحديثة محمد علي أنشأ الترسانة البحرية، وأن الرئيس السيسي اشترى حاملتي الطائرات جمال عبد الناصر وأنور السادات. ويؤكد دكتور حمدان أن مصر مدخل إفريقيا، فمصر هي بؤرة العالم. ويقرر أن السياسة المائية لمصر هي مسألة حياة أو موت. ويتطرق دكتور جمال حمدان إلى شخصية مصر الاقتصادية ودور الزراعة المصرية وقطبها الحبوب والألياف، الغذاء والكساء، ويبرز دور وأهمية الصادرات في دفع عجلة التنمية. ويتحدث عن الموارد الطبيعية والمواهب البشرية وفقا لمعادلة التنمية الاقتصادية والإنتاج والتقدم بتساوي الموارد الطبيعية في المواهب البشرية. ويرى أن مصر تختص بحفنة من الانفجارات، 6 انفجارات: انفجار سكاني، استهلاكي، انفجار استيرادي، انفجار أسعار، انفجار تضخم، انفجار مجاري. ويقول دكتور جمال حمدان في الجزء الثالث صفحة 168 و 166: يجب أن تنطلق مصر إلى الصادرات غير المنظورة
بجانب المنظورة وساطات تجارية، ترانزيت، موانئ حرة، ملاحة دولية، نقل، شحن، سياحة، توسيع قناة السويس، مضاعفة الطرق البرية، واستثمار التاريخ والسياحة، لابد أن يحول مصر في النهاية إلى قبلة للعالم في التجارة والخدمات، وأخيرا مركز مالي يستقطب رؤوس الأموال الخارجية خاصة البترولية المتضخمة. ونبدأ إلى الإسراف والتبذير في استخدام المياه، فتوفير 6% من جملة المياه يمكننا من زراعة 1,000,000 فدان جديدة. ويقرر في رؤية مستقبلية أن المفهوم في النهاية أن الطاقة النووية هي الحل الوحيد لمشكلة الطاقة المستقبلية، ولا بديل عنها عمليا. وليس ببعيد ما فعله الرئيس السيسي في التوقيع لإنشاء محطة الطاقة النووية. وأما عن هجرة العقول المصرية للخارج، فهنا مصر تعمل لحساب غيرها، وهذا يمثل نزيف مخ وحرمان مصر من خيرة إبداعات أبنائها. واقترح أيضا حلولا للمشكلة السكانية، 4 حلول: إعادة توزيع الدخل القومي، زيادة حجم الدخل القومي، ضبط النسل، الهجرة. وفي النهاية يرى أن الإطار العربي ليس مجرد بعد توجيهي أو إشعاعي، إنما هو خامة الجسد وكيان جوهره في ذاته. وأكد على سياسة مصر الإفريقية، وأن يكون لإفريقيا دور هام في السياسة المصرية، ويرصد أهم ما يميز شخصية مصر هو التوسط والاعتدال. التوسط هو دراسة عبقرية المكان، هو دراسة روح مصر. أما الاعتدال يتصل مباشرة بالإنسان المصري نفسه، عقليته، روحه، أخلاقياته. ويرى أن أهم خصائص الشخصية المصرية التدين، المحافظة، استمرارية الاعتدال، الواقعية السلبية. وفي نهاية الحديث لا ينسى جمال حمدان سيناء، فقد أفرد لها فصولا طويلة وسنتكلم عنها فيما بعد باستفاضة. ويقرر أن سيناء تمثل 6% من مساحة مصر، ويتحدث عن ثرواتها المعدنية والبترولية والسياحية والدينية والزراعة من تين وزيتون وضرورة استغلالها. ويرى أن سيناء أخطر مدخل لمصر على الإطلاق عبر التاريخ، ومنها جاءت كل الغزوات باستثناء الغزوات البحرية، الصليبيين، الحمل الفرنسي، الإنجليزي. وأن سيناء هي خط دفاع مصر الأول والأخير. ويرى برؤية ثاقبة أن التعمير هو التمصير، ويقول أن سيناء ليست صندوقا من الرمال، بل صندوق من الذهب، هي العمق الجغرافي لمصر وخط الدفاع الأخير عن مصر والدلتا. ويقول وبكل صراحة: دافع عن القناة تدافع عن مصر، وقناة السويس هي عنق مصر، وهذا صلب نظرية الأمن المصري. شكرا على حسن الاستماع. وحتى نلتقي مع كتاب جديد أونلاين، لكم كل التحية. كتاب أونلاين.